للأسف بعض شبابنا بدأوا إن هم يستدرجوهم من المواقع ديت، وبدأوا إن هم يدربوهم إزاي يشتغلوا على المواقع دي. الناس غرقانة في حروب وفي مشاكل، وده بيقطع في ده، أنت أهلاوي وأنت زملكاوي. الناس مشغولة بكل ده وسايبين المصيبة الكبيرة اللي بتحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة زملكاوي حر. من المفترض إن أنا أطلع في الفيديو ده أتكلم على أخبار نادي الزمالك وعلى أخبار مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ولكن في كارثة وفي مصيبة حرفيا بتحصل داخل مصر، أهم من أي مباراة وأهم من أي نادي داخل مصر. شبابنا وولادنا داخل مصر في خطر. شركات المراهنات اللي في دول الخارج بدأت تتمكن مننا احنا هنا في مصر، في مواقع تابعة للشركات ديت، مواقع للمراهنات، وبدأت تستدرج بعض الشباب ان هم يشتغلوا فيها، وبدأوا ان هم يدربوهم. وللأسف في بعض الوكلاء في الدوري الدرجة الثانية بدأ ان هو يشتغل على المراهنات. المراهنات ده يا جماعة موضوع خطير، خطر على اولادنا وخطر على شبابنا وخطر على اخواتنا. موضوع المراهنات ممكن يوصل الاطفال ويوصل الشباب ده للانتحار. المراهنات دي اكبر ادمان، يمكن ادمان اكبر من المخدرات. كلام اللي انا بقوله ده ليك انت، لكل واحد بيسمعني. كل واحد يخلي باله من ولاده. بتمنى تدخل سريع، بتمنى من المسؤولين ان هم يضعوا قانون صارم وقوي يمنع المراهنات داخل مصر. بره في الخارج في دول اوروبا في شباب بيبيعوا هدومهم، بيبيعوا كل اللي يملكوه على المراهنات دي. لو كانت كرة القدم هتكون سبب ضياع ولادنا وسبب ضياع شبابنا، يبقى في 60 داهية كرة القدم. من فضلكم يا جماعة، اي حد بيشوفني دلوقتي، اي حد بيتفرج على قناة زملكاوي حر وبيشوف الفيديو ده دلوقتي، من فضلكم اعمل لايك للفيديو. بلاش كبر يا جماعة، اعمل لايك للفيديو وشير الفيديو، خليه يوصل لأكبر عدد من الناس. سيبك بقى اهلي زمالك اسماعيلي مصري، كل الاطياف دي ولادنا واخواتنا واصحابنا واهلنا. صدقني عمرك ما هتلاقي اي قناة على اليوتيوب بتتكلم في الموضوع ده، ولا هتلاقي اي اعلامي بيتكلم في الموضوع ده. مفيش غير احمد حسام ميدو اللي اتكلم في النقطة ديت على البرنامج بتاعه، ومفيش غير قناة زملكاوي حر هنا على اليوتيوب اللي اتكلمت في الموضوع ده. الناس غرقانة في حروب وفي مشاكل، وده بيقطع في ده، انت اهلاوي وانت زملكاوي. الناس مشغولة بكل ده وسايبين المصيبة الكبيرة اللي بتحصل. للأسف بعض شبابنا بدأوا ان هم يستدرجوهم من المواقع ديت، وبدأوا ان هم يدربوهم ازاي يشتغلوا على المواقع دي. ابوس ايديكم، خلي بالكم من ولادكم، ابوس ايديكم، كل واحد يتبه لولاده. بتمنى الفيديو ده يوصل للدنيا كلها، وبتمنى يوصل للمسؤولين داخل مصر. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.